لو مرتبك بيكفيك على القد، انت محتاج تراجع نفقاتك الاول. تقدر تشوف النفقات دي، انا بصرف قد ايه مواصلات، بصرف قد ايه انتقالات اثناء العمل وانا بشتغل، كل يوم بحتاج كام مصروف ايدي عشان اقدر ان انا اكل بره او ان انا اوصل للشغل. قارن ده بالعائد اللي جاي من الوظيفة. مقارنتك لده بالعائد اللي جاي من الوظيفة هتعرفك اصلا اذا كان العائد الوظيفي ده بيغطي نفقاتك المباشرة ولا لا. طيب اذا كان بيغطي، انتقل للمرحلة التانية. تكلفة المعيشة عندي قد ايه؟ ايجاري قد ايه؟ مصاريف عربيتي قد ايه؟ اذا المرتب بيغطي ده كله اوكي، ما بيغطيش اذا انا محتاج ازود دخلي بشكل ما. طب هزود دخلي ازاي؟ انا محتاج ابدا انمي مهاراتي بشكل كبير جدا بحيث ان انا يبقى عندي فائض اقدر استخدمه في الادخار. ننتظركم في برنامجنا برنامج الرشد المالي على منصة رشيد.